من أطيب الأكلات الهندية اللي ممكن تجربوها البتر تشيكن، كتير طيبة وسهلة وسريعة، والأشخاص اللي بحبوا طبخات الكريمة واللي فيهن بهارات هي الأكلة إلكم بالتحديد. وطبعا البتر تشيكن يعتبر طبق عالمي مو فقط مشهور بالهند. فبالبداية بنحتاج صدور الدجاج، أو ممكن تستخدموا أوراق مخلية من العظم أو فروج كامل. قطعوها بمكعبات متوسطة أو بحجم متوسط. ونصيحة مني قبل ما تقطعوا صدور الفروج، إذا كنتوا عم تستخدموا درفة خشب دهنوها بشوية زيت زيتون، بتسهل عليكم التنظيف وتخفف البكتيريا اللي بتطلع من الدجاج وبتلزق بالخشب. ضفت معلقتين لبن وزنجبيل وبهارات رح تكون مكتوبة بالضبط أسفل الفيديو، وهرست كمان توم وزنجبيل فريش، كتير بيعطوا طعمة طيبة. ضروري تحطوا هاي المكونات كلها سوا، ومعلقة دبس بندورة كنت نسيانتها كمان، هي كتير ضرورية بالخلطة. بعد ما دعكتهم شوي ممكن تتركوهم ساعتين قبل بيوم على ذوقكم، لكن الخلطة هيك لازم شوي تتنغنغ. كل ما أخذت وقت كل ما طلعت الطعمة أطيب. وعلى السريع بنجيب كم بصل بنقطعنا ترانشات، وكمان توم بنفرمه هيك قطع متوسطة. طبعا التقطيع عشوائي حاليا لأنه رح نرجع نطبخهم سوا. وكم حبة بندورة، بنفرم كل هالقطع بحجم متفاوت مثل ما بتحبوا. وبنجيب مقلاية بنحط فيها كمية من الزبدة، لأنه أساسا هي الأكلة بتعتمد على الزبدة. بعد ما دابت معنا الزبدة بننزل قطع الدجاج، بنقلب قطع الدجاج حتى تاخد لون حلو وتستوي. تقريبا أنا بخليها استواء كامل. بعد ما استوت معنا بشكل كامل طالعة من المقلاية وبلش طبخ الصوص. كمان حطوا كم قطعة زبدة ونزلوا فوقهم البصل والثوم اللي قطعناهم، وتركوهم شوي يتأمروا. معلقة دبس بندورة وحبات البندورة كمان اللي قطعناهم، وكاجو. طبعا إضافة الكاجو بيعطي طعمة رهيبة، فحاولوا انكم ما تستغنوا عنها إذا كان متوفر. وبعد ما حصلنا هيك شوية وقت على لون جميل منهم نتركهم ينطبخوا، وبحطهم ببلندر أو خلاط أي شيء متوفر عندكم. وليطلع معنا الخليط ناعم يفضل انكم تستخدموا مصفاية وتصفوه كتير منيح لما ترجعوه على المقلاية، لكن أنا طلع معي شبه ناعم فحطيته. وضفت تقريبا كاسة كريمة طبخ. في ناس بتضيف كمان حليب جوز الهند، لكن أنا حطيت كريمة طبخ. صدقوني بتطلع الطعمة غرام. تركتهم شوي ينطبخوا سوا وقدمتهم مع رز أبيض وخبز النان. استمتعوا بألذ وجبة ممكن تاكلوها. إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا السيف والشير واللايك، دعمكم بيهمني. سلام.